طبعا أكيد استعداداتنا جيدة. مباراة مهمة مثل ما قلت بالنسبة لنا وبالنسبة كل اللي سويناه خلال التصفيات السابقة. الكل، الجهاز الفني والإداري واللاعبين الكل عازمين إنه نحقق نتيجة إيجابية، خاصة بعد المباراة اللي قدمناها أمام المنتخب الإماراتي في أبو ظبي. استعداداتنا جيدة، الكل على تم الجاهزية، ضافوا لنا لاعبين إن شاء الله يكونون يدعون أهم منا، وإن شاء الله نحقق في الشيء اللي كان منتظر إن شاء الله. ان شاء الله. نعم زيد، بعد المستوى الذي قدمتوه في مباراة الإمارات، الجماهير عادت تتفاعل مع المنتخب الوطني وكان هناك إقبال كبير على التذاكر. رسالتكم للجماهير وشنو تعني لكم انت هذه المباراة؟ مباراة واحدة عن تحقيق الحلم ربما. شوف، أكيد الصراحة الجمهور راح يكون عامل كبير بالنسبة لنا، خاصة إنه هم عودونا بملعبنا وبين أرضنا، وجمهورنا صار أكثر الفرق من تجي إنه تفكر، صرت تفكيرهم كثير بالجمهور العراقي. إن شاء الله نريدهم مو 90 دقيقة، كل الأوقات قبل لا تبدأ المباراة لحد ما تنتهي إن شاء الله مؤازرين، وإن شاء الله نسعدهم إن شاء الله.